في مفاجأة من العيار التقيل، الأهلي خارج كأس مصر للمرة الثالثة على التوالي. هتقول لي تالتة على التوالي ازاي؟ هقول لك إن هو السنة اللي فاتت طبعا ما دخلش كأس مصر عشان كان متعاقب، لأنه السنة اللي قبلها كان منسحب. فالأهلي بقاله كده 3 مواسم خارج كأس مصر. وتخيل يا صديقي العزيز إن هو خرج في الموسم الحالي من دور ال 32 على إيد المصرية للاتصالات. حاجة يعني منتهى العرة، منتهى الخرا على دماغكم. والله يا جماعه عندنا شويه لعيبه صف تاني ما يلعبوش في مركز شباب بولاق، مع احترامي المركز شباب بولاق. عمر كمال ده ومصطفى العش وشويه اسماء كده هقولها لك، واحمد نبيل كوكا ده دول. ويعني مثلا عايز اقول لك حسين الشحات، بس حسين الشحات تحس ان هو ايه، عارف انت لما تكون نجم في التوب ومره واحده الزمن يجي عليك، هو بقى حاسس عنده انفصام شخصيه دلوقتي، هو نجم ولا مش نجم. وطاهر وشويه لعيبه كده بيقدموا زنا كروي. اللعيبه دي المفروض اصلا تلعب في ايه، في الانديه اللي هي وسط الجدول دي، ما يلعبوش في النادي الاهلي. انا شايف ان احنا استفدنا بالكام ماتش اللي لعبناهم في كاس الرابطه وكاس مصر، احنا ما لحقناش نلعب فيه حاجه. انت خرجت من اول ماتش، فضيحه يعني فضيحه. استفدنا بس اللي هو ايه، كام واحد كده مثلا من الناشئين سمعوا، يعني الولد اسيوط الباك اليمين ده عيل كويس قوي، ينفع تعتمد عليه. لكن انت عندك واحد زي محمد عبد الله محسسني ان هو خلاص قدم بقى اللي عليه وعمل تاريخ. انت اصلا يا ابني انت لسه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اسمك ما اتكتبش بالقلم الرصاص اصلا. انت لعيب ما فيش، مش ما بيقدمش حاجه دلوقتي محمد عبد الله. طب ليه يا حبيبي؟ هو انت عشان لعبت لك كام ماتش والناس بدات تحفظ اسمك؟ ده انت لسه بسم الله الرحمن الرحيم ما نعرفكش اصلا. فيعني لازم الاهلي يعمل تصحيح مسار، لازم في لعيبه كتير تمشي من النادي ده. ما ينفعش يبقى الخط التاني بتاعنا بالمنظر ده، ما ينفعش يبقى دكة البودلة والاحتياطي عندنا بالمنظر الخرا ده. ودي فضيحة يا جماعة. السيزون مش عبارة عن دوري مصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا وبس، لا. انت عندك بطولة زي كاس الرابطة دي معتمدة، بطولة زي كاس مصر دي معتمدة. الحاجات دي كلها اما انت تاخد فيها، يعني تجمع البطولات دي كلها، انت بتعمل لنفسك اعداد بطولات اكتر. ولا انت شبعت ولا ايه؟ مش فاهم. فيا جماعه المنظر ده لازم يعني لازم يبقى في قعده ما بين الاداره وما بين الجهاز الفني، وتفنط كده وتغربل كده الفرقه وتطلع فرقه جديده وتظبط دنيتك. هو انت مين اللي بعيد عنك؟ هو انت ايه بالنسبه لك الفرقه عباره عن مين؟ بس عشان نبقى احنا فاهمين. هو انت هتقول لي في ناس كتير بره، في ناس كتير بره، بس انت معاك ناس كتير من القوام الاساسي، معاك ناس كتير من اللعيبه الكبيره اللي المفروض اللي هم لعيبه كبيره. فلا ادام بقى هم مالهمش لازمه، يبقى مشيهم بقى، ما تدفع لهمش فلوس على الفاضي، خليهم بقى يروحوا في انديه يعرفوا يلعبوا فيها. لكن احنا كده شايلين بلاويهم وشايلين خراهم على الفاضي. الفرقه دي يعني في لعيبه مالتي دلوقتي، واولهم احمد كوكا ده. الواد ده ما بصاش صح النهارده، الواد ده زي الخرا، زي الخرا. يعني هو بس ايه، عمل له ماتشين 3 كده ظهر وزي الخرا، والله ما يلعب حتى في مركز شباب بولاق، مع احترامي المركز شباب بولاق. فيعني حاجة زفت الزفت يعني. فلحد هنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى لو وصلت معانا للنهاية يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تتابع معانا كل جديد. يعني بعد ماتش مصر امبارح والناس فرحانة والناس كسبانة وصعدنا أول فرقة تصعد دور ال16 وأول المجموعة يا ده انتوا يعني يا جدعان حاجة زي الخرا والله يا جدعان، يعني مش عارف أقول لكم إيه. سلام.